محدش هيعمل حاجتك احسن منك. يا اسماء، بس ده في السوشيال ميديا. يعني انا بنزل بوست بتاعي على انستجرام، بنزل بوست بتاعي على فيسبوك، محدش هيعمل حاجتي احسن مني. هبقى عارف انا الكونتنت، هبقى عارف انزله امتى، بس ده مش في البيزنس. لكن في البيزنس انت لازم تلاقي ناس يعملوا حاجتك احسن منك عشان انت تترقى. يعني لو افترضنا يا ميشو ان انت على طول انت اللي بتظبط السيتنج بتاعت الكاميرا، يبقى انت بتشتغل كاميرا مان. انت بقى لازم تلاقي حد بيظبط السيتنج بتاعت الكاميرا احسن منك يا رامي، وتعينه معاك، فانت تستيب فورورد، فتبقى انت دي او بي، ويبقى هو ايه، كاميرا مان. فانت عشان تترقى في حياتك وعشان تعمل بيزنس اكبر، انت النهارده فاتح شركه وانت ديزاينر اللي في الشركه، انت اجمد ديزاينر في الدنيا، فانت كاجمد ديزاينر هتبقى بتشتغل ديزاين. لازم تلاقي بقى ديزاينر احسن منك واشطر منك عشان انت تبقى في ليفل تاني وتبقى انت بزنس اونر ميك سنس، او تبقى انت تيم ليدر، او تبقى انت حاجه دايركتور واتس ايفر بقى، اوبريشن دايركتور، سيلز دايركتور، ماركتنج دايركتور. عشان تسكيل اب لازم تفاين تحتيك ناس يعملوا حاجتك احسن منك. طب لو انت بقى مش مقتنع بالكلام ده ولا محدش يعمل حاجتي احسن مني، هتبقى ايه؟ صنايعي. هتبقى صنايعي، هتبقى احلى صنايعي في الدنيا، لان انت اللي بتعرف تعمل حاجه كويس. فعمرك بقى ما هتسكيل اب، هتفضل صنايعي. الديزاينر الشاطر جدا 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 هو بيعرف يهاير ديزاينرز اسرع منه واسرع منه وبيفهموا اكتر منه، عشان كده هو بيبقى عليهم هيد، فيعرف يجيب شغلانه اكبر منه يشتغلوها هم بقى. فلو انت عملت حاجتك بنفسك هتبقى صنايعي، لكن لما تجيب ناس بيعملوا حاجتك احسن منك او اوحش منك، وانت تعرف تobserve وتجايد وتالاين وتقول لهم ده ينفع وده ما ينفعش وده هيفت وده مش هيفت، ساعتها انت هتكبر لما يبقى معاك ناس كتيره بتعمل حاجتك احسن منك. لو عجبك اللي انا بقوله اكتب لي كومنتس وهتلاقيني بطلع لك تاني.